أفلام من بلاد مختلفة، من فرنسا للبرازيل للجزائر لطهران، وقضايا مختلفة، حب على سياسة على تاريخ على سينما. تعال نشوف مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في الجونة هتعرض إيه. الفيلم الأول هو ديب رايزنج، هو فيلم إنتاج أمريكي. في الفيلم بيحكي جيسون ماموا عن الشكل المدمر اللي بيستخرج بيه البشر الموارد عشان الربح، وبيفضح مكائد لمنظمة سرية. المنظمة دي هي اللي بتسمح بعمليات استخراج كبيرة جدا للمعادن، واللي تعتبر مهمة جدا في ثورة البطاريات الكهربائية. الفيلم اتعرض في مهرجان ساندنس السينمائي ومهرجان كليفلاند ومهرجان موفيز ذات ماتر. The deep is home to countless unimaginable life forms. And we know that they grow to 1 to 10 million a year. الفيلم الثاني هو ذا ايكو، وهو فيلم انتاج مكسيكي الماني. بيتكلم عن قرية في المكسيك الاطفال فيها بيهتموا بالمعيز وكبار السن اللي في عائلته، والفيلم بيتابع 3 اجيال من حياة الفلاحين المكسيكيين اللي موجودين، اللي عايشين في الطبيعة بتناغم وبيشتغلوا من غير ملل. والفيلم اتعرض في مهرجان برلين السينمائي واخد جايزة افضل فيلم وثائقي. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? ¿Sí? الفيلم الثالث هو ذا هوليوود جيت، والفيلم إنتاج ألماني أمريكي، والفيلم بتحصل أحداثه في تاني يوم لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، واللي اتحرك في الوقت ده مجموعة مقاتلين من طالبان لمجمع عسكري عملاق كان اسمه بوابة هوليوود، وكان في اعتقاد إن المكان ده هو قاعدة مخابراتية أمريكية في كابل، ولكن بيكتشفوا إن الأمريكان سابوا في بوابة هوليوود أسلحة خطيرة. اتعرض الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي. الفيلم الرابع هو فيلم زينات والجزائر والسعادة لمحمد الأطرش، وهو فيلم إنتاج جزائري. بيتكلم الفيلم عن الممثل محمد زينات، الوحيد اللي جسد الشخصية العربية في الأفلام الفرنسية في السبعينات، واللي في فيلمه تحيا يزيدو بيخترع عالم جديد في السينما وبيظهر الشعب الجزائري بشكل مختلف، وهو بيعرض عالميا لأول مرة. الفيلم الخامس هو فيلم 7 وينتر إن طهران، والفيلم إنتاج ألماني فرنسي. الفيلم بيحكي عن حانا الجباري اللي عندها 19 سنة، اللي بتعمل اجتماع مع عميل جديد، ولما بيحاول اغتصابها بتقتله دفاعا عن نفسها. بيتم اعتقالها بتهمة ارتكاب جريمة قتل، وبالرسائل ومقاطع الفيديو اللي بتبعتها ريحانة من السجن بيظهر الفيلم بنت مذهلة رفضت تتراجع عن شهادتها وبقت رمز للمقاومة. الفيلم اتعرض في مهرجان برلين واخد جايزة السلام وجايزة كومبس برسبكتيف. فارغ از هر گونه رنج و درد زندگی می‌کردم در خانه‌ای که با عشق بنا شده بود. الفيلم السادس هو فيلم نان الاين سكرينز فروم ذا لابودوفيك ريلز. الفيلم انتاج فرنسا وصربيا وكرواتيا ومونتينيجرو. الفيلم بيحكي عن حلم سياسي عن طريق مجموعة من الارشيفات والمذكرات المصورة. Zaista u tom periodu su bile velike ličnosti, sveci. Znači, Beogradska konferencija, rad konferencije, 10. rolna. الفيلم السابع هو فيلم On the Admin، وهو فيلم إنتاج فرنسي ياباني. بتدور أحداث الفيلم في دار مسنين بتطل على نهر السين في فرنسا. بتفتح الدار أبوابها لكبار السن اللي بيعانوا من أمراض عقلية، وتقدم لهم الرعاية المطلوبة عشان ما يفقدوش علاقتهم بالحاضر. والفيلم اتعرض في مهرجان كان وأخد جايزة الدب الذهبي. الفيلم الثامن هو فيلم كيو، وهو فيلم إنتاج أمريكي لبناني، والفيلم بتدور أحداثه في رحلة للبحث عن الحب والتقبل. بنشوف التأثير السلبي لتنظيم ديني سياسي في لبنان على 3 أجيال من سيدات عائلة شهاب، وبيثير الفيلم شوية تساؤلات عن الحد الفاصل بين الحب والتفاني. والفيلم اتعرض في مهرجان ترابيكيا السينمائي. الفيلم التاسع هو فيلم كورورا. بيحكي الفيلم عن قصة السكان الأصليين البرازيليين اللي كانوا بيعانوا من الاضطهاد ومسيرة نضالهم، وإزاي ابتكروا أساليب جديدة للمقاومة. الفيلم العاشر هو فيلم ليلى مظلمة، وهو إنتاج فرنسي سويسري، وهو عن الأفارقة المهاجرين اللي بيهاجروا من الحياة الصعبة وبيلاقوا مقاطعة مليلة الأسبانية في المغرب مكان مثالي ليهم، وبيحلموا بمستقبل أحسن ليهم بإصرار وهوس. الفيلم اتعرض في مهرجان لوكارنو السينمائي.
الفيلم ال11 هو فيلم مشتاق، وهو فيلم لبناني تونسي فرنسي، والفيلم بيحكي عن فاطمة وبناتها نجاح ووفاء اللي بيشتغلوا في تونس مهنة اسمها الماشطات، وهم العازفات في الأفراح التقليدية، ولكن بنشوف حياتهم التقليدية. فبنشوف نجاح وهي بتحاول تتجوز مرة تانية بعد طلاقها، ووفاء اللي عايزة تتطلق من زوجها العنيف. والفيلم الأخير هو فيلم من عبدول إلى ليلى، هو فيلم من إنتاج بلجيكا والسعودية وألمانيا. الفيلم بيتكلم عن بنت فرنسية من أصول عراقية واللي بتفقد ذاكرتها في حادثة، ومن خلال جلسات عائلية بتواجه ليلى أبوها عبد الله بماضيها المرتبط بحرب العراق. والفيلم بيعرض عالميا لأول مرة. الحلقة خلصت، لكن أفلام الجونة لسه ما خلصتش. خليكم معانا في الحلقة الجاية.